بسم الآب والابن والروح القدس الإله الواحد أمين. إنجيل هذا الصباح المبارك يتكلم عن مثل وكيل الظلم، وهذا المثل في ناس كتيرة غير متقبلاه، وفي ناس كتيرة بتنتقده ويقول لك إزاي ربنا يمدح وكيل ظلم، إزاي ربنا يمدحه. لكن الحقيقة هذا المثل مثل بيتكلم عن من هو وكيل الظلم. وكيل الظلم هو أنت وأنتي وأنا. ليه؟ لأن إحنا وكلاء، إحنا مش أصحاب ملك. يعني ما فيش حد فينا هيقف قدام كرسي المسيح يسوع ويقول له اديني حساب ملكيتك، لكن هيقول لكم ادوني حساب ايه؟ وكالتك. الوكالة اللي اداها لك ربنا هتكون مسؤول عنها. من هو وكيل الظلم؟ هو آدم. ومين اللي أخذ مكان وكيل الظلم؟ المسيح يسوع. الأولاني الوكيل الظالم، والتاني الوكيل المظلوم. ظلم وتذلل ولم يفتح فاه. تعالوا نشوف بقى يسوع حكى القصة ازاي. كان إنسان غني اللي هو الله، الكون كله للرب الأرض وملؤها، الكون كله ملكية لله. وإدى الوكالة لآدم، إدى رئاسة العالم لآدم، فصار آدم رئيسا للعالم. لكن ما عادتش كتير، ضحك عليه الشيطان وخد منه الأرض باللي فيها. وبعد ما كان العالم رئيسه آدم، بقى الشيطان رئيس العالم، وبقى آدم والإنسان عبد الإبليس ويستعبدهم. وكان لابد إن الله يتصرف. هيتصرف إزاي؟ لو الشيطان خدها من آدم غصب عنه كان ربنا هيرجعها غصب عن مين؟ الشيطان. لكن ده خدها بإرادة الإنسان. بإرادة الإنسان أخذت يا أحبائي. عشان كده كان لابد بإرادة الشيطان أيضا ترجع، وترجع أمام مش الله، أمام إنسان. وإنسان زينا بالضبط وشبيه لينا في كل شيء ما عدا إيه؟ الخطية. وإنسان أضعف من أي إنسان. لو بحثتوا في تاريخ الكون كله ما تلاقوش حد أفقر من يسوع. مين اتولد في مزود بقر غيره وسط الحيوانات؟ مين ما فيش في جيبه ولا مليم؟ يسوع عاش حياته كلها ما معهوش ولا مليم. وفي حاجتين توضح لنا كده. مرة بيقولوا له ايه؟ نعطي الجزية لقيصر، ما طلعش دينار من جيبه عشان ما معهوش. قال لهم ايه؟ اروني دينار، واحد فيكم يسلفني دينار وارجعه له. خد الدينار، قال لمن الصورة ولمن الكتابة؟ قال له قيصر. رجع الدينار لصاحبه وقال اعطوا ما لقيصر لقيصر وما لله لله. في حاجة تانية تبين ان ما معهوش ولا مليم، ان لما جم وقالوا له هو المعلم بتاعكم ما بيدفعش الدينارين اللي عليه ليه؟ فما قالوش خد يا بطرس ادفع وسكتهم. قال له روح القي الشخص في البحر وهيطلع لك استار يعني كيس، وهتلاقي فيه 4 دينار، ادفع عني وعنك. طب يا رب كترها شوية عشان لو طلب منا حاجة. ليس له أين يسند رأسه. ويوم ما حب لقى مخدة في المركب وراح، ويقول الكتاب نام على وسادة، الشيطان جاي عايز يقلب المركب اللي فيها، وصرخوا وقالوا له الحقنا. فهذا الوكيل اللي هو آدم الأولاني نتكلم عنه قال كلمتين: لا أقدر أنقب ولا أقدر أستعطي. وده ينطبق علي وعليكم. يعني إيه ينقب؟ ينقب يعني يشتغل الأشغال الشاقة. عارفين اللي بيحكم عليه بأشغال شاقة بيكسر إيه؟ حجارة. ده اسمه التنقيب. حتى لما يجي ينقب في الصخر يقول لك ينقب.
فاحنا كلمة لا أقدر أنقب يعني غير قادر على الأعمال الصالحة. وفي حتة توضح لنا كده، بولس الرسول بيصرخ ويقول يا ناس الخير اللي أنا عايز أعمله مش قادر، والشر اللي مش عايز أعمله إياه أفعل. وصرخ الصرخة ويحي أنا الإنسان الشقي، مين ينقذني من جسد هذا الموت؟ يبقى إذن إحنا ليس بالأعمال أو التنقيب نقدر نخلص نفسنا. طب استعطي يعني إيه؟ اشحت. ينفع؟ ما ينفعش، لأن الجاهلات قالوا للحاكمات أعطينا من زيتكن، قالوا لا، كل واحد مسؤول عن شيلته، ما عندناش غير اللي يكفينا، كل واحد زيته على قده، روحوا انتوا اتصرفوا. وكان الباب اتقفل. فاحنا ليس بالإنسان خلاص. فجاء المسيح يسوع وحط نفسه مكان الظالم وبقى هو المظلوم. ماذا عمل؟ في آدم قال كلمتين، لا أقدر أعمل ولا أقدر أشحت. ودي على فكرة بترد على الفكر أحيانا بتاع الكاثوليك اللي كانوا بيقولوا زوائد القديسين، يعني القديسين ناخد من زوائد العذراء، من زوائد مرمينا. لا، ما حدش بيدي حد، تقدرش تاخد غير من الرب يسوع نفسه. طب المسيح يسوع عمل ايه؟ تعال شوفوا العمل بتاع المسيح اللي اتمدح عليه. المظلوم خد مكان الظالم، الذي بلا خطية صار خطية لنصير نحن بر الله فيه. هذا المظلوم عمل حاجتين على خشبة الصليب. عمل ايه؟ جاب الاولاني، عليك كان بس زيت يعني روح قدس، محتاجين للروح القدس اللي يملانا عشان نقدر نجيب 100%. قال له 100 بس. قال له خد صكك واكتب كام؟ 50. يعني ايه؟ يعني الروح القدس هيجي في يوم 50 ويكمل لك 100. بالروح القدس يأخذ مني ويعطيكم إلى أن يتصور المسيح يسوع بالكامل فيكم. خذ سكك واكتب 100. يبقى الزيت رمز للروح القدس. جيل التاني وقال له وأنت عليك كم كر يعني أردب من القمح. قال له برضه 100. طب والقمح ده رمز ليه؟ رمز للحياة. الخبز دايما هو للحياة، ليس بالخبز وحده ايه يحيا الإنسان. حتى لما واحد فينا يكون في شغلة معينة، واحد يحارب وعايز يرفضه، يقول لك فلان بيتسبب في قطع عيشي. هو انت كنت بتقبض عيش؟ لا، عيش يعني حياتي، يعني الحياة. فالخبز يساوي الحياة، بس الحياة الأرضية، وكلمة الله بتساوي الحياة الأبدية. فالمسيح يسوع جاب لنا الروح القدس وهيدينا الحياة الأبدية. طب مزق الصك التاني قال له ايه؟ قال خد صكك واكتب كام؟ 80. طب وش معنى 80؟ أصل 8 رمز الحياة، 10 رمز الوصايا، واللي جاب لنا الموت كسر الوصايا. من أخطأ في واحدة صار مجرما في الكل. فاحنا بكسرنا للوصايا خدنا الموت ومحتاجين الحياة. 10 في 8 ب80. طب وليه رقم 8 رمز للحياة الأبدية؟ لأن ربنا في اليوم الأول خلق، ابتدى يخلق النور والتاني والتالت وارتاح في يوم ايه؟ السابع. الخليقة الجديدة تبقى في اليوم الكام؟ الثامن. السابع اللي هو السبت، والثامن يبقى الحد. فالحد يعتبر اليوم الأول في الخليقة القديمة، والثامن يعتبر اليوم الأول. الحد هو في الخليقة الجديدة. وده اللي حصل بالمسيح. إذا كان مات لأجل خطايانا، وقيم يوم الأحد لأجل إيه؟ لأجل تبريرنا، علشان نصير نحن بر الله فيه. فرقم 8 ده رقم الحياة. حتى ربنا لما غرق العالم بالطوفان ساب بقية كم واحد؟ 8 أفراد، نوح ومراته وأولاده 3 ومراتاتهم، بقوا 8. يقول لك 8 أنفس خلصت بالماء. الماء اللي هي رمز للمعمودية. الختان كان بيبقى في اليوم الكام؟ الثامن.
في اليوم الثامن الختان بتاع الطفل. يعني لو اتولد يوم 31 ديسمبر يبقى يوم 7 يناير يتكتب ميلاده، يبقى اعتبر تاريخ ميلاده يبقى 7 يناير. عشان كده حتى اللي قاموا من الموت في الكتاب المقدس كانوا 8 أفراد. إيليا أقام ابن امرأة صرفة صيدون، وأليشع أقام ابن الشنامية، وعظام أليشع أقامت ميت كانوا رايحين يدفنوه. في العهد القديم 3، وفي الأناجيل برضو 3 اللي هما مين؟ ابنة ييروس وابن أرملة نايين والعازر. يبقى في العهد القديم 3 وفي الأناجيل 3، أدي 6. بطرس أقام غزالة 7 وبولس أقام أفتيخوس 8. يبقى بقوا 8 أفراد اللي أقيموا في الكتاب المقدس. فلما يقول خد صكك واكتب 80، فالصك اللي جاب لنا الزيت والصك اللي ادانا مش حتة هو لو عايز يزور زي ما البعض يفكر، طب ما يقول له في هات الصك ويقطعه وخلاص، صح ولا لا؟ ويقول لهم كده، لا، ده عايز يورينا احنا المسيح يسوع بوضعه على الصليب مزق صك خطايانا بالكامل. يعني ايه؟ يعني دخل الروح القدس عشان يشتغل ويبنينا من جوه، وادانا الحياة الأبدية عشان احنا نسعى ونكون لله من بره، والحياة بتاعتنا تبقى كامل. عشان كده ده المدح. مدح يعني فرح بيه بمجرد ما يسوع المسيح عمل هذا العمل المظلوم وخد اللي لينا وادانا اللي ليه، وقال قد أكمل. فرحة الآب إنه شق حجاب الهيكل نصين، يعني حدثت المصالحة بيننا وبين الله، وصار إذ قد تبررنا بالمسيح صار لنا سلام مع الله. بقى لينا سلام مع الله بربنا يسوع المسيح، خدنا السلام بالكامل عن طريق الإيمان. بعد ما مدحوا قال لنا احنا اصنعوا لكم أصدقاء بمال الظلم. ايه مال الظلم؟ المنظور، المادة. الصليب ده اللي معاي ده جسم مظلم. مظلم يعني معتم، عكس الظلم اللي ايه؟ الشفاف. الشفاف يعني الحيطان دي نقدر نسميها حيطان ايه؟ مظلمة. ليه مظلمة؟ لان ما اقدرش اشوف اللي براها. لكن لو هذه الحيطان من الازاز اقدر اشوف اللي براها. فالمال الظلم يعني المال المنظور. والمال المنظور لا يقصد المال بس، يقصد كل اللي انت شايفه بعينك، لان كل اللي انت شايفه هيروح، واللي انت مش شايفه هو اللي هيفضل. عشان كده بولس بيحذرنا ويقول لنا ناظرين الى الامور التي لا ترى، اما التي ترى دي وقتية، والتي لا ترى أبدية. يعني أنا لو سألتكم سؤال بسيط لكل واحد، أنت شايف جسدك؟ يقول كلكم هتقولوا شايفين جسدنا وشايفين شكله إن كان بصحة ولا بمرض ولا كذا ولا كذا. طب لو سألت سؤال تاني، أنت شايف روحك؟ هل الروح أنت تراها؟ تقول لا مش شايفها، هذه اللي باقية، وجسدك ده اللي رايح للتراب. كل ما نراه رايح للتراب، لدرجة إن اللي يتمتع بالدنيا وبالمنزور وبالكامل قال في الآخر باطل الأباطيل، الكل باطل وقبض الريح ولا منفعة تحت الشمس. عشان كده بيقول لنا اصنعوا لكم أصدقاء بمال الظلم. كيف نصنع أصدقاء؟ الناس بيقولوا إيه؟ أهل العالم يقول لك الكفن ملهوش جيوب عشان ما تاخدش قرش معاك، وتقول مع أيوب عريان خرجت وعريان أرجع. جه يسوع قال لا، ممكن تاخد كل حاجة معاك بس تبعتها قبليك. اكنزوا لكم كنوز في السماء. من المادة من المادة اكنز ليك كنوز في السماء. وأنا لو معايا 10,000 جنيه مثلا وسافرت أمريكا ولا كندا، هل مول من المولات يرضى يقبل مني الفلوس؟ طبعا لا، محدش هيقدر يقبل.
طب هل ال10,000 جنيه دول ملهمش قيمة؟ لا، ليهم قيمة، بس عشان أخلي قيمتهم ترجع أعمل لهم إيه؟ تحويل. أروح البنك وأحول المصري إلى دولار. في بنك اسمه بنك الله، بنك الفقراء الغلابة. كنت جعان، كنت عريان، كنت مسجون، كنت. لما غيروا الفلوس فراح قال لهم تعالوا، قالوا احنا مش فاكرين، قال ما فعلتم بأحد إخوات الأصاغر فبي فعلتم. فهنا بان الصورة الجميلة بالنسبة لنا يا أحبائي، صورة جميلة جدا. عشان كده تلاقي يسوع ختم الإنجيل بإيه؟ حتى متى فنيتم. فنيتم يعني التراب يرجع للتراب والروح ترجع لها. يقبلونكم، هتلاقي كل اللي انت عملته متقدمك، لأنه حيث يكون كنزك يكون قلبك. يعطينا الله حياة وبركة ونعمة حتى نعيش نقبل المظلوم. وإن كنت أنا الظالم، نحن الذين أخطأنا وهو الذي تألم، له كل مجد وكرامة من الآن وإلى الأبد.